عارف انا شاكك ان المايك ده مش شغال. يا صباح الفل والعسل. قبل ما اقول لك انا رايح فين، هل تعلم ان سك الاضحيه بتاعك مع بنك الطعام بيوصل لناس بجد 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 محتاجاها؟ احنا دلوقتي في السكه من داخل طريق مصر اسكندريه الصحراوي، رايحين نشوف بقى الاضحيه بتاعته المدلعه قوي دي، لان احنا سمعنا عن دلع غير طبيعي، فيلا بينا على هناك. احنا في بنك الطعام ما بنهزرش، وعشان كده كسفير لبنك الطعام خدكم معايا في لفه اكسكلوسيف تشوفوا سك الاضحيه بتاعكم طالع منين وقد ايه الكواليتي حلو. يلا بينا. وصلنا اخيرا المزرعه. زي ما قلت لكم البقر متدلع بشكل غير طبيعي. شايفين البتاعه اللي هناك دي؟ البتاعه دي معموله للحر بتاع مصر ده، مش نافع معاه، فلما يا حرام بيتحر دي بتديله بروده عشان ما يتحرش البقر. دلوقتي هنتسلل مع بعض للبقره. شايفين الشيب الصفراء اللي على ودن البقره اللي هناك دي؟ ايوه شكرا ان انت بصيتي لي، والله انت كويسه. ايه ده؟ الشيب الصغيره دي لما بتخش البقره الجميله دي تتحلب بتقول لك هي حامل ولا مش حامل، عمرها قد ايه، حالتها الصحيه قد ايه، طلع قد ايه لبن في اليوم، كل حاجه بالكمبيوتر التكنولوجيا في هذا البقر السعيد. البقره اللي هناك دي حلوه، اللي هناك دي البني، البقره دي بيسموها ملكه جمال البقر. هو طول اليوم بيقعد ياكل ولا في مواعيد معينه؟ ده مش طول اليوم يعني، ما بيشبع بيروح بس هو الاكل محطوط 24 ساعه، هو ياكل براحته ولما يشبع يمشي. تمام. وصلت لي معلومه مهمه جدا. هل تعلم ان بنك الطعام المصري اللي انا سفير ليه اول حد يعمل سك الاضحيه في مصر؟ هل تعلم؟ هل انت عارفه كده؟